احسن وقت للتمرين ليك هو الصبح ولا بالليل؟ خليك معايا. لما بتصحى من النوم يا صديقي معدل الحرق عندك بيكون قليل، لان جسمك طول الليل كان موفر الطاقه بتاعته ومحافظ على معدل الحرق بتاعه لاقل درجه ممكنه. اول لما تعمل مجهود بدني او تلعب رياضه فمعدل الحرق عندك بيزيد تدريجيا وبيستمر معاك على مدار اليوم. يعني تمرين الصبح كانك فتحت عداد الحرق بدري وبتكسب ساعات زياده جسمك بيستهلك فيها كالوريز اعلى. طب لكن التمرين بالليل برضه بيكون ليه ميزه مهمه، ايه هي بقى؟ جسمك بيكون سخن وعضلاتك متغذيه كويس على مدار اليوم، وده بيخليك اقوى وادائك اعلى. الناس اللي يومها مشغول الصبح بيكون تمرينها بالليل انسب وممتع اكتر. جسمك بيكون في اقوى حالاته قبل ولا بعد الاكل؟ عادة بعد ساعتين ل4 ساعات من الأكل، وعلى حسب التمرين اللي أنت هتتمرنه في اليوم ده، لأن ساعتها هيكون عندك طاقة كفاية والدم واصل عضلات كويس. لو لعبت وأنت صايم أو لسه صاحي من النوم هتحس إنك أخف، لكن القوة مش في أعلى مستويات. طب قول لي في كومنت يا صديقي، هل فهمت دلوقتي ليه لما بتروح الجيم الصبح بدري بتلاقي الناس اللي بتلعب تمارين مرونة ولياقة أكتر، ولما بتروح بعد العصر أو آخر النهار بتلاقي الناس اللي بتتمرن تمارين قوة أكتر بكتير في الجيم؟ ولو حابب تتابع بقية الفيديوهات وده شيء يسعدني جدا، ما تنساش تعمل فولو للصفحة وشير للفيديو. كان معاكم أحمد الشيمي بطل مصر وألمانيا في رياضة الكيك بوكسينج. سلام عليكم.